غلبان قوي. المطرب النقاش منعوه يغني في الأوبرا وقالوا له انت مين علشان تغني مع أصالة. حلمي بكر هزقه وقال له انت غير مؤهل. والشاب يا عيني نفسه اتكسرت وقال ضيعوا فرحتي. المطرب النقاش أحمد سالم من وقت ظهوره ومفيش اتنين يختلفوا على صوته وموهبته الحلوة اللي خلت الكل يدعمه ويقف جنبه علشان يبدأ يشق طريقه في مجال الغنى اللي للأسف بقى كل من هب ودب شغال فيه. فضل أحمد يظهر في حفلات مع مطربين كبار وأخد وعود بإنتاج أغاني ليه بصوته، وفعلا ملحنين وشعراء بدأوا يكتبوا له. لكن للأسف بعض الناس لسه شايفاه مجرد نقاش ملوش حق يكون مطرب زي غيره. أحمد كان أعلن إنه هيشارك في مهرجان الموسيقى العربية وهيغني في حفلة الختام مع أصالة، وفعلا ظهر معاها في البروفات وكانت الفرحة مالية عينه وحاسس إن أحلام كتير كان نفسه فيها بدأت خلاص تتحقق. لكن قبل الحفلة حصلت الصدمة. أحمد بدون أي مقدمات أعلن إنه مش هيشارك في الحفلة لأنه ملحقش يستكمل ورقه، وطبعا معروف إن الموضوع ملوش علاقة بالورق، بس هو ما كانش هينفع يتكلم عن اللي تسبب في ده علشان ما يعملوش مشاكل. كتب أحمد الكلام ده وهو يا حبيبي بيتقطع من جواه على فرحته اللي اتكسرت وحلمه اللي دمروه له في لحظة. لكن ما عداش وقت طويل والناقد طارق الشناوي كشف عن اللي حصل وقال إن ملحن كبير هو اللي ورا قرار منع أحمد من تحقيق حلمه، والملحن ده هو حلمي بكر. حلمي لما عرف إن أحمد هيغني مع أصالة في مهرجان الموسيقى العربية اتضايق جدا وفضل يزعق وقال إزاي يعني يقف يغني في دار الأوبرا، هو خلاص لمت للدرجة دي. ودخل حلمي بكر على الولد وهو بيجهز وبيتمرن للحفلة وقال له يا حبيبي انت غير مؤهل انك تغني في الأوبرا، لسه بدري عليك قوي، المشرحة مش ناقصة قتلة. ومش بس كده، ده كمان قال يانا يا هو ايه خبرته ده ولا غنى فين قبل كده علشان نوقفه في الأوبرا ويغني مع مطربة كبيرة بحجم أصالة. لكن للأسف حلمي ما حسش إن كلامه كان قاسي على الولد اللي يعيني من ساعتها حاسس إن نفسه اتكسرت وإنه خلاص الناس هتفضل شايفاه أحمد النقاش وبس، ومحدش هيشوفه أحمد المطرب الموهوب اللي نفسه يتعرف بصوته مش بلقب النقاش وبس. ناس كتير حاولت تتدخل علشان تقنع حلمي بكر يغير رأيه لما شافوا قد إيه الولد متمسك بحلمه وحالته النفسية اتدمرت. لكن للأسف حلمي فضل عند رأيه وكان رافض تماماً أي نقاش في الموضوع. أصالة اتكلمت مع الولد بعدها وحاولت تطيب بخاطره ووعدته إنها هتاخده معاها في أقرب حفلة هتعملها. ناس كتير شافت إن حلمي بكر ما كانش له حق يكسر بخاطر أحمد، وخصوصاً إنه كان خلاص جهز نفسه للحفلة وحضر بروفات كتيرة مع أصالة. لكن للأسف طموحه اتدمر في لحظة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ممكن يكسر بخاطر شاب لسه بيبدأ حلمه ويحقق أحلامه.